بسم الله الرحمن الرحيم قصيدة وأما بنعمة ربك فحدث للشاعر شيخ سام نينغ لوسيلتنا الصوفي شيخ مصطفى جوب الكوكي. أحمد ربي مدى الأزمان في كل طرفة مع الديوان. أحمد ربي مدى الأزمان في كل طرفة مع الديوان. أحمده حمد الصمد الباري بكل تنزيه مع الأبرار. ثم الصلاة والسلام سرمدا على الذي من مثله لم يردا. قد قالها حب الإمام العالي في الملأ الأعلى مع الرجال. فكيف لا والله في كل مقام يوليه من فيوضه ما لا يرام. أورثه الإله سر الأولين كصار كنز اللاحقين أجمعين. وذاك شيخ المصطفى محمد من مثله في العصر ليس يوجد. ولا تناس نزمي حين تزدري نص حديث أمتي كالمطر. أسراه ربه إلى حضرته حتى دنا به حجاب العزة. وفي طريقه رأى الأبدال من حضرة الباري الذي تعالى. فجاز عنهم وارتقى ثم دنا حجاب عزة الذي تدلى. الحمد لله الذي يخصص لمن يشاء ما يشاء فيختص. ولا تخصص فضل رب قد علا بذي تقدم فقط فتجهلا. إذ ربما أري فتى مؤخرا ما غاب عمن قبله وعصرا. كفى بنا زجرا شيخنا القديم من خصه الإرث ربنا الخديم. دعا إلى الإله عن بصيرة بإذنه وإذن أهل القدرة. وأسه الإيمان بالتوحيد والفقه والتصوف المجيد. ومشرب القديم صافي المشرب مشربه وذاك عين المغرب. أم كيف تبغضون من مراده مراد خالق الورى مراده. شئت الذي شاء الإله والإله يشاء ما شد بلا ضر ولا. أكرمه الإله بالفيض القديم فنال ما يغبطه كل كريم. فالطل قد يبدو أمام الوبل والفضل للواب لا للطل. فشيخنا تحفة رب العالمين على العباد جملة في كل حين. نظمته شكرا لرب العالمين من فضله الذي يفور كل حين. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى أي أحمدا وآله وصحبه والتابعين من أمة النبي خير المرسلين. ورضي الإله من مولاه أولاه في الخلق الذي يهواه. وهو القديم من له التقديم بعد رسول المصطفى المقدوم.